ساعدنا بيها مش جاية برضو ساعدنا بيها، مش هنضحك على بعض. المعنى مش مباشر، مش بتاع أطفال. يا ليلة العيد رقم واحد في حتتها، أهلا بالعيد رقم واحد في حتتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد بإذن الله. ومعانا النهاردة أكتر أغنية مبهجة في العيد، أهلا بالعيد. نزلت سنة 1984، لا قديمة، وباين في جودتها الصوتية وتوزيعها الموسيقي. ألحان الفنان الموسيقار جمال سلامة، اللي كان شايف إن أغنية يا ليلة العيد بتاعت أم كلثوم رقم واحد، وعملت عنها فيديو لو حابين تشوفوه. فالموسيقار جمال سلامة كان عايز يعمل أغنية تبقى برضو رقم واحد، بس في حتة تانية، تبقى رقم واحد للأطفال. بص الذكاء، بص الفكرة. ممكن يبقى عندك أغنية هي رقم واحد، وتعمل أغنية تانية تبقى هي رقم واحد برضو. يا ليلة العيد رقم واحد في حتتها في التفاصيل والقوة، أهلا بالعيد رقم واحد في حتتها في البهجة وللأطفال. فده مثال مهم جدا عن إن أغنيتين يبقوا رقم واحد، كل واحدة في حتتها، ما تبقاش عارف أنهي واحدة فيهم أهم. طبعا الأغنية نجحت، كسرت الدنيا نجاح ساحق، جوائز كتير لحد دلوقتي عايشة وحاضرة، لدرجة إن اتفاجئت إن اتعمل منها نسخة في العيد اللي فات، نسخة جديدة. هتكلم عنها في الآخر وأقول أنهي أقوى، النسخة القديمة ولا النسخة الجديدة. الأغنية من كلمات الفنان الكبير الشاعر عبد الوهاب محمد، وده اسم مهم جدا. ده اللي كتب حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه، اللي كتب للصبر حدود، اللي كتب فكروني، ده شاعر الكبار، ده اللي جابه هنا. والاغنيه كانت للفنانه الكبيره شاديه، ولكن اعتذرت عنها فراحت للفنانه صفاء ابو السعود، وكانت خايفه من الاغنيه، قلقانه منها عشان قصيره. هي اللي بتحكي. انتوا عارفين دايما يقول لك ما توقعتش النجاح ده كله، ومش ممكن، هو في كده. الاغنيه ما كنتش حاسه انها هتنجح كده، ايه ده اغنيه صغيره دي اللي مش عارفه ايه. يعني على قد ما البساطه ممكن تقلق صاحب الاغنيه، على قد ما ممكن هي اللي تكسر الدنيا، فدي صعوبتها. السهل الممتنع ده صعب مش سهل. ما هو حاجتين الاغنيه دي اعتمدت عليهم، البساطه والبهجه. خلاص ودي نجح على طول، ما في احلى من كده. البهجه جايه منين؟ رقم واحد صوت الفنانه صفاء ابو السعود، صوتها مبهج كده، يحبوه الاطفال. هي اصلا مشهوره باوبريتات واغاني للاطفال. الاطفال لا مهتمين بقى بامكانيات صوت ولا عرب ولا مقامات ولا مواويل ولا القصص دي خالص. صوت جميل مبهج، شكرا. البهجه كمان جايه من اول الاغنيه خالص. المزيكا بتلاقي فيه ميكس كده ما بين صوت اطفال بيغنوا هي 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 هي، ان صوت ناس بتغني ده يديك بهجه، ان احنا كلنا بنغني في عيد. كمان لما يبقى صوت اطفال يبقى مبهج اكتر. الاطفال دايما سعادتهم بتبقى من سعادتنا. مع صوت المزيكا نفسه في صوت كده تقريبا اكسليفون بيطبل معاك مقسوم، بيعمل تارت 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 تارت، صوت كده في الخلفيه، برضه نقل الموضوع في حته تانية. مع صوت السقفه الطبيعيه كمان باين، اكيد ده مبهج. فدخله ايقاعيه نشيطه مبهجه، رقصني معاك. والستايل ده بقى بيبقى مكمل معاك في الاغنيه، بيردوا عليها وساعدنا بيها، فيقولوا لها ساعدنا بيها بيخليها يا سلام. طبعا هنيجي الموضوع ساعدنا بيها ده، بس عايز برضه اتكلم بسرعه عن اللحن. ان هو في بقى البساطه اللي كان الملحن بيدور عليها، لحن من مقام العجم. مقام العجم ده مقام سالك ما فيهوش حوارات، عشان كده بيديك جو رسمي شويه، ويليق كمان للاطفال. بيديك جو رسمي لانه مش ما فيهوش تحويلات، يعني ما فيهوش النطه بتاعت مقام الحجاز مثلا، فيبقى شكله كده تاريرا، ما فيهوش القصه دي. ما فيهوش حرف شرقي فتلعب تيراريراريرا، ما فيهوش كده. هو الحروف البيضاء اللي على البيانو من غير الحروف السوداء بس، لو انت هتلعب طبعا من الدو. فمناسب للاطفال، سالك مش معقد. حتى تصاعد اللحن وتسلسله سالك جدا. كتر يا رب في اعيادنا واطرح فيها البركه وزيد، جانا العيد اهو جانا العيد، وبنقفل جانا العيد اهو جانا العيد. المعقد هو الاستاذ سعد نبيها، وهي الصدفه ان الاسم منطقي جدا. يعني ما سمعتش الاسم ده قبل كده، بس وارد يبقى موجود. تحسه اسم فني، اسم من بتوع زمان. وفي ناس بقى بتقول ان دي مشكله عند صفاء ابو السعود، ان هي ما قالتش الجمله بشكل واضح، فالناس فهم بدل ما تفهم ان هي سعدنا بيها، فهمت ان في واحد اسمه سعدنا بيها. انا ما اعرفش صفاء ابو السعود مالها بالقصه دي، يعني هي توضحها ازاي. انا قعدت احاول اغنيها مع نفسي كده عشان تبقى واضحه، فهتقول سعدنا بيها مش جايه برضو سعدنا بيها، مش هنضحك على بعض. فانا شايف دي مشكله الكلمات نفسها. المعنى نفسه لافف، اللي بنقول العيد فرحه واجمل فرحه، فرحه تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها، سعدنا بقى بالفرحه دي. المعنى مش مباشر، مش بتاع اطفال. العيد اللي فات على طول اتعمل نسخه جديده من الاغنيه دي، واحنا قلنا ان جوده الصوت بتاعت الاغنيه الاصليه باين انها قديمه، حتى الصوره. فيمكن عشان كده عملنا نسخه جديده فيها ميزه وعيب. الميزه صوت اوضح لانه احدث، صوره اوضح ونقيه اكتر، اعاده تجربه
الأغنية احنا بنعشقها فتتحمس لها وتشوفها بشكل جديد. لكن عيوبها ان الصورة القديمة كانت طبيعية اكتر، كانت في الشارع، صورة احنا كنا بنشوفها اصلا على الطبيعة، واقعية اكتر. الجديدة تحسها مصنوعة. تاني عيب بقى ان احنا استغنينا عن شوية تفاصيل في المزيكا فرقت جدا، زي الاكسليفون اللي قلت لكم عليه من شوية، اللي هو بيلعب ايقاع اتشال مع صوت الناس او الاطفال اللي هي بتقول هي 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 اتشال مع السقفة الطبيعية اللي كانت موجودة اتشالت، فكانت الدخلة كده بقت كده. ليه كده؟ غير طبعا النوستالجيا، الحنين، وارتباطنا بالنسخة القديمة كده كده في وجداننا وفي الذاكرة. فبالنسبة لي أكيد القديمة هتظل هي الأقوى. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وشكرا.